التلات جمل دول لو سمعتيهم في اي علاقة، انتي محتاجة تراجعي العلاقة دي. لما حد يقولك انتي حساسة قوي، هي بتتقال لنا كتير، بس لما بتتكرر دايما من نفس الشخص، كل ما تعبري عن مشاعرك بيخليكي تشكي في نفسك. هو انا ببالغ؟ هو انا فعلا حساسة قوي؟ ولا انا المفروض ما اقولش؟ ولا انا اللي مشاعري فيها حاجة غلط؟ وبيقعد كده يشككك في نفسك بدل ما يفهم ايه اللي مضايقك. تاني جملة: انتي فاهمة غلط، او انتي عمرك ما هتفهميني. طبعا يعني وارد ان احنا نفهم غلط، بس لما تتكرر من نفس الشخص في كل مشكلة، بدل ما يعني انت تحاول توضح ان الموقف اللي ضايقني مثلا، آه، ايه الاسباب اللي خلتك تعمل كده، او ليه ضايقتني، او اعتذر لي، او اي حاجة يعني. اهتم بان انا بقولك ان انا متضايقة من الحاجة دي. لا تقول انا فاهمة غلط، بدل ما تتناقش بقى، لا انت بتشككني ان انا اللي فاهمة الموضوع غلط، يا انما انا مش فاهماك انت شخصيا. واحنا لو في علاقة بقالنا فترة مع بعض، استحالة هكون فاهمة غلط، او استحالة هكون مش فاهماه هو شخصيا. خصوصا لو الكلمة دي بتتقال في مواقف مختلفة. يعني مش لو موضوع معين مش فاهماه، استحالة هكون مش فاهمة كل المواضيع. تمام. الجملة التالتة: محدش مستحملك غيري بقى، واحمدي ربنا ان انا مستحملك اصلا. دي اخطر جملة، لو اتقالت لك اهربي فورا. او لو مش عارفة تهربي، اعرفي ان دي جملة ما ينفعش تتقال، لان هي رسالة خفية لكده لايه؟ انتي انسانة صعبة قوي اصلا، احمدي ربنا. انتي قيمتك قليلة. انتي اصلا محدش يطيق يتعامل معاكي. هي رسالة خفية لكده، او ان انا فرصة ما تعوضش بالنسبة لك اصلا، فيخليكي تخافي ان هو يسيبك، او تخافي العلاقة دي تبوظ. الشخص الطبيعي هيتناقش معاكي في الحاجة اللي مضايقاكي، مش هيجي يقولك انتي محدش هيستحملك غيري، او احمدي ربنا ان انا معاكي اصلا. لا، هيتناقش معاكي في اللي بيضايقك. العلاقة الغير صحية مش لازم تظهر في صورة إهانة أو ضرب أو خيانة أو حاجات كبيرة قوي. لا، ممكن تظهر في صورة كلمات صغيرة: إن أنا بشكك فيكي دايما، إن أنا دايما مهمل مشاعرك، إن أنا بقلل قيمتك، إن أنا بحسسك إن المشكلة دايما فيكي أنتي مش فيا أنا. بعد فترة بيخليكي ثقة قليلة، خوف كتير قوي من العلاقة دي. ولو وانتي خايفة او ثقتك قليلة، دي علاقة غير صحية ان انتي تكملي فيها.